عندهم اماكن تانية بقى هايله، اللي هي الاماكن اللي خاصه الذاكره مثلا، الذاكره اللي خاصه بالاماكن. يعني مثلا ممكن تلاقيه عنده 3-4 سنين ومصاب بالتوحد، اهله يقول لي لا ده ده ذكي ذكاء، ده بيعرف المكان، بيعرف يرجع البيت ويروح البيت وكده. اخته الاولى على الفصل ولا عارف حاجه ولا بتاع، قاعده كده ولا عارف حاجه. ليه؟ يركب بازل هايل، ياخد باله من تفاصيل التفاصيل، مخه له التركيبه دي. اوكي، نيجي نبص على الروبلوكس. ليه حلو بالنسبه له؟ لانه مكان له قواعد واضحه، لا هيشوف تعبيرات وش ولا هيكلم حد، القلق بقى واطي، يعني ما فيهوش مشاعر. ما في اللعبه بتخليه ياخد باله، يكون اشخاص معينه، ياخد باله هو بقى عنده حكايه التفاصيل هايله، يعمل لهم العينين والرموش والبتاع والبيوت اللي موجود فيها والتركيبات، الحاجات دي ماشيه مع مخه حلوه جدا.